السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني انتشر على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت كلام كتير قوي عن غسيل الأنف. ناس مع وناس ضد. ناس تقول لك لا ده غسيل الأنف مضر جدا، يعني هيحصل مشاكل في الجيوب الأنفية، هيحصل مش عارف تعوير، هيحصل كتير قوي، كلام كتير جدا غريب جدا ملوش أي أساس علمي للأسف. طيب في ناس تانية بتدافع باستماتة عن غسيل الأنف. طب أنا كأم بقى أعمل غسيل أنف ولا ما أعملوش؟ يا جماعه غسيل الانف هو البديل الامن لاي حاجه او لاي دور برد عند الطفل. بمعنى لو عندي افرازات لزجه جوه الانف، لو عندي بدايه التهاب جيوب انفيه، لو عندي بدايه نزله برد، انا اساسا كل افرازات الانف تنزل ورا افرازات خلف الانف هي من افضل او من اكثر الحاجات المشهوره اللي بتعمل كحه عند الطفل. طيب يبقى انا لما اغسل مناخير طفلي كويس سواء بمحلول ملح بالطريقه المعتاده بالسرنجه او بالشفاط بتاع الانف او ببخاخه ميه البحر، كل دي حاجات امنه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. بس طبعا لازم اغسل صح، يعني لازم اتعلم الطريقه كويس من الدكتور. وانا شخصيا ضد غسيل الانف للرضيع بالنسبه للبيت، لازم الطبيب هو اللي بيغسله لو في امكانيه، او بيورينا ازاي نغسله بطريقه امنه بالبخاخه، بلاش استخدام السرنجات، لان طبعا لو استخدمت بغشم شويه ممكن اعور الطفل، اعمل له نزيف بالانف وده ممكن يعمل مشكله. ممكن لو ضربت السرنجه بطريقه خاطئه ممكن ساعات نقفل قناه استاكيوس بالنسبه للاذن، نعمل شويه الم في الاذن لكن مش التهاب. مجرد قطره زي الودان ممكن تحل الموقف، بس طبعا باستشاره الطبيب. المهم او الخلاصه الطريقه الصح، يعني غسيل الانف ممكن يبقى كويس يفيد، ممكن يبقى وحش يضر، ده على حسب ايه؟ على حسب الطريقه. انا شخصيا مع غسيل الانف بس بطريقه صح وبطريقه امنه، وربنا يحفظها.